بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نبدأ. حبايبنا طلاب الصف الثالث الإعدادي، مجهز لكم النهارده بقى الدرس اللي بيتعبكم شوية، ألا وهو حالة اف التالتة. بص يا سيدي، احنا هنشرحه كده باختصار عشان ما نطولش عليك. تكوينة حالة اف، تكون ازاي، ثم الاستخدام بتاعها. تمام، وعلى طول هندخل على تمارين كتير ان شاء الله الرحمن الرحيم، تمارين متنوعه هنحلها مع بعضين. بس كده قبل ما ابدا، التمارين اللي انا هحلها هنا هسيبها PDF تحت الفيديو، تمام، في الوصف بتاع الفيديو. حملها PDF لو سمحت، وشوف الشرح بس فقط لا غير. اعمل ستوب للفيديو، تمام، وبعد ما تشوف الشرح روح حل التمارين مع نفسك، ثم بعد ما تحل التمارين تعالى صححها، شغل الفيديو وكمله. تمام، هيكون حل التمارين بحله معاك وتصححها. تمام، يعني ما تحلش التمارين معايا، لا، انت اسمع الشرح بس الاول، ثم شوف انت هتعمل ايه. حمل التمارين PDF. بعد ما تحمل التمارين ابدأ حلها مع نفسك كده في البيت. بعد ما تحلها افتح الفيديو مرة تانية، عند بداية حل التمارين اقعد شوف الفيديو وصحح التمارين معايا. اتفقنا؟ نبدأ كده على بركة الله. بص يا شباب، اولا نتعرف كده على اف دي معناها اذا او لو، اذا او لو. اتفقنا؟ ودي رابط، ودي ايه؟ رابط. تمام، ليها 4 حالات في الانجليش. اوكي، الحاله الصفريه والحاله الاولى والحاله الثانيه والحاله. انت يا سيدي عليك في الوحده الثانيه دي، تمام، الحاله الثالثه. طيب بتتكون ازاي يا مستر؟ بص يا سيدي، بتتكون من اف زائد ماضي تام، زمن جديد اهو، زمن الماضي التام، ثم الجمله الثانيه فاعل، ثم would have، have، اوعى تنسى مش would بس، الله يبارك، would have، او طبعا لو الجمله منفيه او المعنى يحتمل معنى النفي مش هتبقى would، هتبقى ايه؟ wouldn't have زائد الباست participle، زائد الباست ايه؟ participle. تمام، وفي بعض جمل ممكن نقول could have او couldn't have للتعبير عن القدره او عدم الايه؟ القدره. اوكي يا جماعه، والله لا اكتبها لكم، اوكي، يعني عشان بس تبقى عارف كل حاجه. وممكن what have دي تبقى could have، ما تستغرب، could ايه؟ have، او بالتالي couldn't have. اوكي يا جماعه، طيب زي الفل يا مستر. couldn't have زائد الباست participle برضه زائد التصريف الايه؟ الثالث، اللي هو واحنا اتعرفنا قبل كده التصريف الثالث، يعني الفعل ليه 3 تصريفات: المصدر، المضارع، ثم الماضي، ثم التصريف الايه؟ الثالث. احنا بقى الترم ده تقريبا شغالين تصريف ثالث على. اوكي، طيب تعالى بقى يا مستر بس فهمني الماضي التام ده بقى تكوينته ازاي. ده انا هاخده لك كده على جنب واقول لك يا سيدي ماضي تام ده ايه؟ هديه لك كده على السريع، ملخص سمري، ده حواره كبير، بس انت مش مطلوب منك تركز غير على الشويه اللي انا هشرحهم. انا علمتك قبل كده وقلت لك لما تيجي تذاكر اي زمن، اوكي، هتذاكره من ناحيه الاثبات. تمام، يعني التكوينه بتاعته بتتكون ازاي. تمام، باول حاجه يا مستر الاثبات. الاثبات، ماشي. اعمل جمله مثبته ازاي فيه؟ بص يا سيدي، هتبدا بفعل، ثم هاد، ثم ايه؟ هاد، ثم الباست participle بتاع الفعل. في كماله، اهلا وسهلا. اوكي يا مستر، هديك جمله كده اهو، مثلا يعني I had studied، لقد كنت ذاكرت English. I had studied ايه؟ English. ماشي، دي جمله كده ايه يعني؟ مزاجا زي ما بيقولوا، عشان بس تتعرف على التكوينه بتاعت الزمن ده. اللي انا هشرحه بس في الزمن ده هو اللي ليك دعوه بيه، تشتغل بيه في حاله ايه؟ في الايه؟ الثالثه. معايا يا شباب؟ ركزوا. يبقى دي الجمله ايه؟ مثبته. الفاعل عندي مين يا مستر؟ الفاعل عندي هو اي. اوكي، طيب ماشي. الفعل المساعد هاد، قلنا اي فاعل، فعل مساعد هاد، زي ستارد، ثم المفعول عمنا مين؟ الانجليش. طيب زي الفل. ايه تاني؟ قلنا النفي بقى، النفي في اي زمن. يبقى نعمل ايه دلوقتي؟ هننفي. تمام، يتكون من الفاعل، ثم بعد ما كانت هاد هتبقى ايه يا شباب؟ تبقى هتبقى ايه؟ ثم باست participle. معايا؟ يعني الجمله دي كده اهوت لما هاجي هنفيها ركز معايا، هتبقى I hadn't تمام studied English. اوكي زي الفل. طيب السؤال بقى، السؤال بهل، السؤال بايه؟ بهل. فاكرين السؤال نوعين، السؤال بهل والسؤال بكلمه الاستفهام. ماشي يا سيدي، احنا كنا بنعكس ترتيب الفعل المساعد والفاعل، وانا عندي النهارده الفعل المساعد عمتنا هاد، يبقى انا هبدا بهاد. هبدا بمين؟ هاد، ثم السبجكت اللي هو الفاعل، ثم الباست participle في كماله، اهلا وسهلا، مفيش ماشي، وفي الاخر علامه ايه؟ استفهام. معايا يا شباب؟ ركز معايا ما تفصلش مني، الله يبارك. طيب طبق الكلام ده، هنقول بقى ايه؟ هنقول had you. هنقول ايه؟ had you. تمام، had you. تمام، احنا كنا بنقول I had studied English. تمام، هنجيب had في الاول واي نقلبها الى ايه؟ you. تمام، had you studied English. هل انت ذكرت انجليزي؟ ماشي يا مستر. هل كنت ذكرت انجليزي؟ ماشي يا مستر. السؤال بقى ده الاستفهام بقى، ماشي. يبقى السؤال كلمة الاستفهام. طب كلمة استفهام نعمل ايه؟ نبدأ بكلمة الاستفهام. تمام، ماشي يا شباب. ثم الفعل المساعد بتاع الزمن، الفعل المساعد بتاعنا
النهارده هاد، ثم عمنا الفاعل اللي هو السبجكت، ثم الباست بارتيسيبل، ولو في كمالة اهلا وسهلا، الاخر علامة استفهام. تعالى نطبق الكلام دوت على المثال اللي احنا كنا شغالين بيه من شوية. اوكي تمام، ركز معايا. طيب ماشي يا مستر، هنطبق الكلام ده ازاي؟ هنسأل على انجلش، نسأل على انجلش بوات سبجكت. هنسأل على الانجلش بايه؟ وات سبجكت. وات ايه؟ سبجكت. وات سب. تمام، الفعل المساعد هاد، الفاعل يو، ستارد يعني ما المادة اللي انت ايه ذاكرتها. واتساب هاد يو ستارد. تمام، هشرح لك المبني المجهول مع اني يعني مش عليك قوي في الزمن، بس انت معودة مبني المجهول. طيب اعمل ازاي جملة مبني المجهول في الزمن ده يا مستر؟ بص يا سيدي، طلع على النت. تمام معايا؟ نبدا، قلنا زي ما اتفقنا كده زمان، نبدا بمفعول. في الازمنه التامه يا جماعه تشتغل بالفيرب تو هاف. الفيرب تو هاف، الفيرب تو هاف، الفيرب تو هاف. طب الفيرب تو هاف هنا عباره عن ايه؟ عباره عن هاد. وفي الازمنه التامه كنت بقول لكم تبين، ما تبقاش هاد بس، يبقى هاد بين مفعول ثم هاد بين ثم الباست بارتيسيبل. طب المثال كنا بنقول فيه ايه؟ I had studied English. فاكر ولا نسيت؟ فاكر ولا نسيت يا عم؟ ماشي، I had studied English. ايه اللي كنت ذاكرته؟ English. يبقى نبدأ بايه؟ انجلش. ماشي يا مس، ماشي مفعول. يلا امشي زي ما انت يا باشا. هاد بين او بين زي ما كنت قايل لكم. ستارد، هاد بين ايه؟ ستارد. تمام، باي مي. بص احنا قلنا ان باي ما بيجيش بعدها ضمير فاعل، لا بيجي بعدها ضمير ايه؟ مفعول. ركز معايا ولا لسه ولا ايه الدنيا معاك؟ ماشي، يبقى انجلش هاد بين ستارد باي مي. كده انت يا باشا خدت تكوينة الماضي التام اللي كان مسبب لك عقده في حاله اف الايه؟ الثالثه. طيب تمام زي الفل. نيجي بقى نتكلم عن النقطة الثانية في حالة ايه؟ الاستخدام. بستخدمها امتى؟ بص يا سيدي، الكتب الخارجية كاتبه لك كذا استخدام، انا هلخصه لك في حاجة واحدة. عكس ما حدث في الماضي. تخيل، عكس ما حدث في الماضي، يعني هي بتعبر عن عكس حاجة حصلت في الماضي. خلاص تمام، يعني في كتب بتقول لك اللوم او الندم. ماشي يا عم اوكي، بس هو ملخص عشان ما تتعبش انت دماغك. عكس ما حدث في الماضي. شكرا. تمام، يبقى بتستخدم للتعبير عن عكس ما حدث في الماضي. ما تدوش دماغك بأي حاجة تاني. اوكي يا جماعة؟ طيب مثال كده وفهمني كده يا مستر. عايز اقول ايه بقى؟ لو كان معايا فلوس كتير كنت اشتريت عربية. طيب ماشي، لو قلنا اف الفاعل اي والزمن ماضي تاني يبقى اي هاد. تمام، معايا فلوس يعني هاف ماني. معايا فلوس هاف ماني، يبقى التصريف التالت من هاف ايه؟ هاد برضو. يبقى if I had enough money او a lot of money، لو كان معايا فلوس كتير. ماشي، اوعى تفصل مني الكومه بتاعتك بقى. يلا هنشوف would have بقى او wouldn't have. طب انا عايز اقول كنت اشتريت عربيه. I would have مثبت. I ايه؟ would. كمل هنا تحت بقى، خد بالك انا هكمل تحت. I would have يشتري buy، التصريف الثالث منه bought. تمام، I would have bought a car. ركز معايا بقى، بعد ما خدنا المثال كده هشرح لك حاجه كده حلوه. ماشي، if I had enough money، لو كان معايا او a lot of money فلوس كتير، I would have bought a car. عارف معنى المثال ده ايه؟ عارف معنى ايه؟ ان انا ما كانش معايا كتير لذلك انا ما اشتريتش عربيه. ده الواقع، فاهم انت ازاي؟ وبالتالي المعنى بقى لما تيجي تشرح المثال ده، عشان دي بنستخدمها في الريرايت، بنستخدمها في سؤال الريرايت يا شباب الله يبارك لكم. ماشي، لما نيجي نشرح المثال ده هنقول ايه بقى؟ I didn't have، هنرجع ماضي بسيط. ماشي، I didn't have تمام enough money، يعني ما كانش معايا فلوس كافيه. enough money. تمام يا مستر، ايه اللي حصل النتيجه؟ so لذلك I didn't، خد بالك يعني ما اشتريتش، ما هو ماضي بقى منفي. I didn't buy a car. الله يبارك لك، ده المعنى. وخد بالك تمام، في الريرايت بيجيب لك جمله زي دي. تمام، انا بشاور على الجمله بتاعت الماضي دي ويقول لك استخدم لي اف، بيقول لك استخدم لي ايه؟ اف. فاهم انت ازاي؟ زي ما انا هقول لك بالظبط الجمله بتاعت الماضي ديت مثبته ولا منفيه؟ ومنفيه، يبقى هحولها لحاله اف الثالثه مثبت، وترجم الجمله كويس وتوكل على الله. طيب زي الفل، يعني انا كده دي جمله ماضي بسيط منفي، والجمله اللي بعد سو ماضي بسيط منفي. يعني عايز تقول لي ايه يا مستر؟ اول ما تشوف جمله مديها لك يا باشا ريرايت في الماضي منفيه، ماضي بسيط منفي، نحولها لحاله اف الثالثه اللي انت حفظتها، اف زائد هاد زائد فاعل زائد هاد زائد تصريف
الثالث تديني فاعل ثم would have او wouldn't have زي التصريف الثالث. would have معناها كان هيحصل كذا، wouldn't have معناها ما كانش هيحصل كذا. وبقى افهم بالترجمه دي كده بينك وبين نفسك عشان تعرف تحل. يبقى تحول بقى الجمله اللي مديها لك لو هي ماضي بسيط منفي تحولها لحاله اف مثبته، تيجي مع اف مثبته. طب لو هي مثبته الجمله مديها لي مثبته ماضي مثبت، يبقى نحولها الى حاله اف منفيه. اوكي، وده هنتدرب عليه في الريرايت بعد شويه في التمارين. خد بالك من كده، هيدي لك جمله زي دي اللي انا بشاور عليها دي اهي اللي احنا عملناها بالاحمر دي، تمام كده، ويقول لك استخدم اف زي ما جمله منفيه ماضي بسيط منفي، جيت حولتها هنا المفروض ايه الى حاله اف الثالثه مثبته. had a lot of money، وهنا I would have ما قلتش wouldn't have. وصلت دي؟ اصعب سؤال ده خد بالك. وصلت دي زي الفل يا مستر، تمام. ده كان بالنسبه لعمتنا حاله اف الايه الثالثه. حابب اقول لكم يا جماعه كده ايه حاجات ممكن تحل بيها كده في الامتحان وانت مغمض، تمام. ايه هي بقى يا مستر عشان اخلص؟ على فكره احنا خلاص خلصنا. اخر حاجه وانت بتحل في سؤال التصحيح، بص يا باشا، بعد ايه بعد اف، تمام، مش هتلاقي مش يعني هنختار او مش هنصحح او مش هيكون موجود حاجه فيها would have، تمام. يعني انت مش عليك الكلام، فهمت ازاي؟ حاجه كده فيها would have، يبقى بعد اف مستحيل would have، يبقى انا كده اشتغل بعد اف ماضي تاني، تمام. خلاص. الناحيه الثانيه would have او wouldn't have، could have او couldn't have، ثم التصريف الثالث. الموجود اهلا وسهلا بيه، الناقص ندور عليه، بس هتشتغل كده. يعني لو موجود بعد اف ماضي تام اروح ادور على would have او wouldn't have وتصريف ثالث. طب هو انا هحط would have من نفسي ولا wouldn't have كده من نفسي يا مستر؟ اترجم الجمله، بس اتعب واترجم الجمله واشوف ايه المنطق. لو هو مديني if I had studied harder، تمام، هديك مثال اخير. لو هو مديني if I had، لو كنت studied يعني ذاكر، لو كنت ايه ذاكر harder كويس او يعني بجد اكتر، تمام. ايه النتيجه المنطقيه يا جماعه بالله عليك؟ هتبقى I wouldn't have passed او succeeded in the exam، I wouldn't have succeeded in the exam، ولا I would have succeeded in the exam؟ طبعا كنت هنجح في الامتحان، فتبقى I would have succeeded in the exam، تمام. تعالى نلعب فيها عشان تفهم. فانت ممكن تجاوب او الناحيه الثانيه تكون ايه I would يعني كنت I would have كنت هنجح I would have معناها كنت تمام. هنجح يبقى succeed غلط، succeeded نحط لها الاي دي عشان ده فعل منتظم ونجيب منه التصريف التالي. I would have succeeded. طيب ممكن استخدم wouldn't have، ركز معايا بقى. ممكن اقول ايه؟ ما كنتش هسقط. حلو، ما كنتش هسقط، ما كنتش I wouldn't have failed، ما كنتش هسقط، تمام. ما كنتش هسقط I wouldn't have failed. اوكي، fail يعني يفشل او يرسب، التصريف الثالث منها فيلد، وبالتالي انت كده ماشي بطريقه ممتازه. وبكده اقدر اقول لكم خلصنا القاعده بتاعت الوقت في وقت تمام قصير جدا. يلا بينا كده عشان ما نضيعش الوقت على الفقره الجايه، الا وهي هنحل تمارين. وانا جايب لكم التمارين دي يا جماعه والله من كل الكتب الخارجيه، يعتبر مجمعها من كل الكتب الخارجيه. انت لو حليت التمارين دي مع نفسك ورجعت للفيديو تاني صححتها، انت كده ماشي تمام.